تمنيت اساتذه ودكاتره يخرجوا يتكلموا، ما يخرجيش واحد يطعس كيما هذا. تخيلوا واحد هذايا اللي مش عارف قسم. شوف تخيلوا، اسمعوا هذا الطعيز ماذا يقول. اسمعوا معايا هذا وش يقول. اسمعوا. اجتماعي قال احنا ندو 20% والصين تدي 80. راكم غالطين يا جماعه. هي التكلفه الماليه في انشاء هذا المشروع، التغطيه الماليه 80% من عند الصين و20% تغطيه ماليه من الجزائر، ولكن المشروع هو وحده 50-49. لان باش نغطوا نديروا المنشات وكاع الصين دات على عاتقها في القسمه تاعها 80%. طيب سنتكلم عن استاذ ماروكو تبعي. اي شد روحك. اسمع شد روحك. اسمع هذا اللي حاسب روحه استاذ ونقيب، قلت لك نقيب، نائب سابق واستاذ ويعرف علم الزمياطي، جاي يهضر في هضره مش فاهم، يكذب ويطعز. مشكل انه جاي يروج الحاجه وهو مش عارفها، والله ما هو فاهم قعوم وبعوم، مش فاهم قسمها خلاص. قال لك المشروع هذا احنا مشتركين مع الصين، هما 80% واحنا 20%، ولكن في الفائده احنا 51 وهو 49. المشروع هو يقوله هذا ابو عريف اللي مش عارف قسمه منين جاء. هذا ابو عريف قال لهم بلي المشروع هذا تاع غار جبيلات احنا ما خاسرين والو، احنا رانا حاطين 20%. يعني هذا المشروع تكلف لنا 100 مليون دولار مثلا، 100 مليون، احنا حاطين 20 مليون برك، والصين حاطه 80 مليون، حشيناها لهم احنا قافزين. بصح في الفائده احنا ندو 51 وما يدو 49. شفتوا احنا كيفاش قافزين؟ هل هذا الكلام صحيح؟ لا، عنده حتى علاقه. مشروع غار جبيلات جزائري 100%، الخزينه العموميه تاع الدوله الجزائريه صارفه عليه 100%. السكك الحديديه مع اسمه المنجم غار جبيلات مع كل شيء 100% جزائري. هذه الرب هذه ماكش فاهمينها. انا بن زدير السعيد لو على بالي باللي الشناوه داخلين ب 80% او داخلين ب 50% فقط، لو داخلين معنا شركه 50%، اقسم بالله العظيم ما نهضر. وعلاش ما نهضرش؟ لسببين. اولا اننا ماناش خاسرين 100%، خاسرين 50%، هذه اولا. ثانيا لانه الشناوه ماهمش حمير، ماهمش زوايل، ما عندهمش عبد اللطيف بن القايم وخيره ومسعوده في رئاسه الجمهوريه. الشناوه ما عندهمش الزوايل يمشوا فيهم، عندهم خبراء. مستحيل يدخل معاك في شراكه ماهيش رابحه، مستحيل يدخل معاك في غار جبيلات وعلى باله بلي ما فيش فايده، مستحيل، ماهوش حمار. اذا المشروع ما عندنا لا شناوه